لقيت الكتاب اللي غير تجربتي في تعلم الانجليزي تماما. الكتاب ده فيه اكتر من 5000 جمله انجليزيه. الجمل دي مكتوبه بجرامر مظبوط بدل ما اتعب دماغي في تكوين الجمل، ومنطوقه بطريقه صحيحه كمان لان معاها تسجيلات بامريكان اكسنت. يعني الجمل جاهزه وسهله للتطبيق على طول، لان حفظ الكلمات لوحدها طريقه مش فعاله خالص وكمان ممله. مش بس كده، الكتاب جاي معاه حاجات ساعدتني ان اتعلم اسرع، زي كتب عن التبس اند تريكس متاخده من تجارب اشهر الناس اللي اتقنوا لغات كتيره حول العالم. هتلاقي فيها كل تجاربهم وخلاصه كتبهم في تعلم اللغات والاخطاء اللي وقعوا فيها واللي المفروض انت كمان ما تقعش فيها. بصراحة شوية كتب فادتني جدا وغيرت تفكيري عن تعلم الانجليزي. كمان في ماتيريال فيها فيديوهات ومحادثات واقعية وجرامر وفونكس. This is Kristen. And this is Joe. وكمان في كتيب بيساعدني ما انساش اي حاجه ذاكرتها باستخدام تقنيه spaced repetition. دي بصراحه كنت بدور عليها من زمان. كل الحاجات دي موجوده في خطه تعليميه مفصله مع جدول واضح هيسهل عليك الدنيا، اكني في مدرس شخصي بيتابع معاك عشان ما تحسش انك تايه، ودي اجمل حاجه في الباكج. لو انت بقى عايز تتعلم انجليزي فجرب الكتاب ده والفرق هيبان معاك من اول اسبوع.